شخص يصلي ويفعل الخيرات ويتصدق ويفعل كل ما أمره الله به سبحانه وتعالى، وهناك شخص آخر لا يصلي ويفعل المعاصي. هل للشخص الأول أن يحكم على الشخص الآخر الذي لا يفعل الخير ولا يصلي بأنه من أهل النار، بل ويقسم على أن الله لن يغفر له؟ هل يجوز له ذلك وهل هذا صحيح؟ هيا بنا نعرف حكم هذا الشخص. ذكر حكم ذلك الرجل في باب ما جاء في الإقسام على الله سبحانه وتعالى في الحديث النبوي الشريف الذي رواه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لن يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل: رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكون أن الله سبحانه وتعالى يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لعبد أن يتدخل في ذلك. فإن شاء رحم كل أهل الأرض، وإن شاء عذبهم جميعا. ملكه يحكم فيه كيف يشاء. لا يجوز لك أنت لأنك صليت وعملت الخير أنت تفعل ذلك لنفسك، والله غني عنك. ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله من شيء، فالله غني عنك وعن عملك، غني عني وعن عملي، غني عن العالمين. حكمه يحكم فيه وحده، لا يحكم فيه سواه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نخشاه حق خشيته، وأن نكون من عباده المتقين، وأن نعطيه حق قدره جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون.